اليوم تحل الذكرى 17 على رحيل الفنان علاء ولي الدين، والذي قدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة التي لاقت إعجاب الجمهور على الرغم من قلتها. وتوقع الفنان الكوميدي علاء ولي الدين في تصريحات تلفزيونية وفاته قائلا: أنا هموت قريب واشتريت مدفن جديد وجبت المسك اللي تغسلوني بيه. هذا ما قاله الفنان علاء ولي الدين قبل رحيله. ووفقا لما ذكره أقارب الفنان، اشترى علاء ولي الدين قبل موته ب3 شهور مقبرة في مدينة نصر بالقرب من الوفاء والأمل خلف مدافن الشيخ كشك اللي تجمعه هو وأسرته بعد رحيله. وقال شقيق الفنان علاء ولي الدين إن النجم الراحل اعتمر 5 مرات، وفي عمرته الأخيرة اشترى من الأراضي الحجازية مسكا معين خاص بتغسيل الموتى، وأعطاه إلى شقيقه الأصغر خالد وقال له: خلي الحاجات دي معاك ولما أموت غسلوني بها. وأوصى علاء ولي الدين شقيقه بضرورة استخدام هذه الأدوات في تغسيله وتجهيزه للدفن حال وفاته. وقبل وفاته بعدة أشهر قال الفنان الراحل علاء ولي الدين لشقيقه معتز إنه يرغب في الاعتزال قائلا: أنا نفسي أسيب الفن وأروح أشتغل في المدينة المنورة وأقعد عند الرسول. يا عم الفن ده طلع وجع دماغ، الواحد يعمل له كام فيلم وبعدين أروح أقعد عند النبي.